ماجد الإسماعيلي، بروفيسيونال كوافور أكثر من 20 سنة في هذا الميدان هذا. واليوم تنتواجد مراكش في صالون 113 من بعد واحد 10 سنين اللي دوزتها في دولة البرازيل كحلاق بروفيسيونال كذلك. ماجد، وانت في البرازيل، كيفاش يعني باقي عندك اصدقاء برازيليين، كيفاش تلقاو الخبر ديال المنتخب المغربي وهو تيوصل للدومي فينال ديال كاس العالم؟ اش غادي نقول لك، الاصدقاء ديالي ما تيقوش منين دوزنا الدور الاول، بداو تيوصلوني ميساجات تيقول لي ما تيقناش كيفاش المغرب يعني فرقه المفاجاه ديال هاد لا كوب دي موند اللي كانوا كيحتقروها واحد شي شويه، لان كيحتقروا الكره العربيه والكره الافريقيه. واليوم اش غادي نقول لك، فرحانين وعجبهم الحال بان واحد المنتخب اللي هو مغربي اللي دار المفاجاه في لا كوب دي موند، وفرحانين. واليوم بعد الاقصاء ديال البرازيل، انا متاكد بلي البرازيليين ولاو مغاربه. شنو الميساجات اللي وصلوك مثلا، شي اكزامبل على الميساجات اللي وصلوك من عند البرازيليين؟ لي زيكزامبل اللي وصلوني مثلا بحال كاينين برازيليين اللي طلبوا مني فيديوهات باش يشوفوا الاجواء ديالنا ديال الفرحه ديال المغاربه من بعد التاهل ديال هاد لي ماتش الاخرين كاملين. يعني كل مره عندي دي فيديو اللي حطوهم عندهم في لي باج ديالهم، بالنسبه تيغوتوا كاراليو اجي نتا كريديتاندو كو ماروك ستا باساندو، يعني ما واحد الفرحه اللي ما تصورتهاش انا منهم، وعجبتهم الكره المغربيه اللي ما عمرهم قدروا يتفرجوا فيها كما هاد النسخه هذه. والحمد لله يعني فرحانين معنا وراهم تيشجعوا المغرب اليوم. المونديال اللي فات في روسيا كنت مازال في البرازيل، يعني النتائج رغم انه الاداء كان قوي ولكن النتائج كانت مخيبه. كيفاش جاك انت الفرق ما بين كأس العالم اللي فات وهذا كأس العالم ملي كنتي في البرازيل؟ وفرق كبير، لان كأس العالم ديال النسخه ديال 2018 اللي انا كنت في واحد لا ريجيون اللي ما فيهاش العرب، واصلا المغاربه ما كاينش بزاف في البرازيل، يعني كتلقى راسك بوحدك باش انا كتفرج في الماتش. كنعقل غير في الماتش ديال البرتغال، الماتش الاخر كان الماتش غيدوز عندنا مع 9 ديال الصباح، وفقت بكري باش نمشي نتفرج حدا الخدمه، وكنت المغربي الوحيد اللي تيتفرج في الماتش كيشجع المغرب، والناس جالسه تفطر وتشوف فيا تضحك تقول مال هذا واش حمق، لان ما عندهمش معرفه كبيره على المغرب وعلى المنتخب المغربي. واخا كنا خرجت ذاك النهار يعني ما عجبنيش الحال من الماتش وهذا، وكانوا شي ناس يضحكوا عليا، ولكن ماشي مشكل. اليوم انا تنضحك من قلبي ومع احبابي وفي بلادي وفي مراكش. يعني بحكم انك من الناس اللي تيتقنوا البرتغاليه، عندك اصدقاء برتغاليين؟ عندي اصدقاء برتغاليين. وكيفاش كانت ردة الفعل ديالهم من بعد الاقصاء المنتخب؟ بالنسبه للبرتغاليين غادي نقول لك ما تقبلوهاش، لان كما كنا حنا هما الفرقه اللي قصاتهم يعني ما تقبلوهاش. يعني كاينين دي كريتيك كيقول لك بلي انا لعبتو كلشي اللور درتو هذا، حنا فرقه احسن منكم وهذا، ولكن الحمد لله حنا لعبنا كره، وقلت لهم شوف كره ديال شكون اللي يربح وشكون اللي يخسر. الحمد لله كما حنا تقبلنا الخساره في النسخه اللي فاتت، انتم خصكم تقبلوها. سؤال اخير، يعني تنعرفوا العداوه اللي كاينه ما بين البرازيليين والارجنتينيين، نيمار تقصى، ميسي باقي، ما كانش شي ميساج تيوصل بانه المغرب تيتسناو منه يقدر يتاهل للفينال او اللي يقصي الارجنتين؟ هذه بالكثره وفي الاصل عندي تا اصدقاء ارجنتينيين اللي هما فرحوا لان المنتخب البرازيلي تقصى والمغربي انه تاهل، والبرازيليين اليوم تيشجعوا المغرب وكيتمنوا انه يطيح مع الارجنتين ويدي الكاس ان شاء الله.